الحين عندي أنا فلاش حلو. شوفوا دقيقة، شوفوا ايش هذه، هذه كاميرا. يعني زي ما شفت معنا يا عزيزي المشاهد، يعني صار يعني في الحمامات الله يكرمكم، يعني حتى صار في الحمامات الله يكرم السامعين في يعني كاميرات. يعني انت جاي تقضي حاجتك كانسان طبيعي، اي شخص عادي يعني جاي تقضي حاجتك والله يكرم السامعين، تلقى في كاميرات في المرايات. بعد يعني انت قضيت حاجتك وجاي تغسل يدك ووجهك وبتطلع انت قاعد تغسل وجهك وهم قاعدين يراقبوا فيك وحاطين كاميرات داخل المرايات. زي هذا الولد كشفهم وعرف فين مكان الكاميرات زي ما انتم شايفين. فيعني ذي الفترة انا صرت اسمع كلام كثير انه صاروا يحطوا الكاميرات في كل مكان، حتى في الاماكن الخصوصيات اللي يتواجد فيها الشخص اللي يبغى يرتاح وهو يعني يبغى خصوصية خاصة فيه، لا يحطون فيها كاميرات. يعني الان في الفنادق قد سمعت كلام كثير انه صاروا يحطوا كاميرات في الفنادق ومدري ايش. يا اخي ابغى اعرف ايش يبغون يوصلون، ايش تبغى توصل وانت حاط الكاميرات في الفنادق؟ يعني ليه حاط بالذات الكاميرات في الفنادق والشخص يعني يبغى يرتاح في خصوصيته وانت حاط له كاميرات وتراقب فيه وهو ايش قاعد يسوي؟ يعني لو انت خايف ناس يدخلوا مشبوهين فيهم او خايف يصير حاجه على الفندق حقك، يا اخي من هو يدخل عتبه الفندق حقك او عتبه الباب فتشه من فوق لا تحت، جيب ادوات التفتيش هذيك وروح فتشه وشوف ايش عنده واقعد معه بالساعات عشان تشوف ايش عنده لو انت شاك فيه. لكن تحط يعني كاميرات داخل الفندق والناس يعني يبغون خصوصيتهم، كل شخص في العالم عنده خصوصية، لكن انت تحط عندك كاميرات وفي الفندق وداخل. يعني هذا ما ادري، هذا طالعين فيه شيء جديد. واعطونا آراءكم تحت في التعليقات ولايك واشتراك، والله يسعد كل شخص اشترك في القناة. ترى ما باقي شيء على 500 متابع، ترى طلب خفيف والله ما بياخذ منك اي شيء، وبدعي لك فوقها والله يوفقك ويسعدك ويوفقك في كل شيء تبغاه. يعني فوقها داعي لك وما تدري ممكن الدعوة تستجاب عند رب العالمين، والله يرزقك ويعطيك ويستجيب امنياتك يا رب العالمين. لايك واشتراك ويلا سلام.